سلام سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله قبل ما نبدا كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وكل عام وانتم بخير والاهل ديالكم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نقدم لكم هذا البريوش اللي في المتناول ديال اي سيده. مقادير سهله موجوده في كل بيت. يلا نبداو على بركة الله. فبسم الله، اول حاجه غادي نوضعوا الماء دافئ في بلاصه الحليب. الا ما كانش حليب عندكم ديروا الماء كيف ما انا هنايا. وضعت 2 كيسان ديال الماء دافئ وملعقه صغيره ديال خميره الفوريه. كنخلطو حتى يتمزج الكل باش تخمير كما كتعرفوا. فكنستمروا هكا كنمزجوا جيدا، ومن بعد غادي نمروا نضيفوا باقي المكونات. غادي نضيفوا هنا سكر سنيده، هنا على حسب الذوق. ما ضفتش انا بزاف سنيده، على حسب السكر ما كنبغيوش يكون بزاف. كتضيفوا 2 ملاعق 3 4 على حسب الاختيار ديالكم البنات. من بعد كنمزجو وكنمروا كنغطيو هاد الخليط لمده 5 دقائق باش تخمر لينا داك البريوش ويجي مفشفش. من بعد غادي نضيفو الفاني وحده، ودائما خاصنا نبقاو نمزجو داك الخليط. ومن بعد غادي نمروا الزيت، كأس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا. انا كنوري لكم المقادير وانتوما الا بغيتو تنقصوا اولا تزيدوا على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب المقادير اللي متوفره عندكم في البيت. فدائما كنقدموا لكم السهل والسريع بداكشي اللي موجود عندنا في كل بيت. غادي نمروا الان البيض. هنا غادي نوضعوا 2 بيضات. البيض يكون على حسب حرارة المطبخ، يعني شكون جاب داهم قبل. صافي كنوضعوا البيض، كنبداو نمزجو جيدا، وما نساوش دائما قرصه ديال الملح. كنمزجو كيف ما العاده بالطريقه اللي كتعرفوا جميعا. الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه والفرحه والسعاده يا رب يا رب العالمين. فمن بعد غادي نمروا الان للدقيق. الدقيق غادي تبداو تضيفوا حتى تشوفوا العجين ولات لينه. فكتضيفي الكأس الاول الثاني الثالث. بالنسبه لي انا هنا درت 4 كؤوس ديال الدقيق، جاتني العجينه زوينه. صافي كنمزجو كنحاولوا نجمعوا الكل. هنا نستخدموا الايد بطبيعه الحال باش تجمعي بها العجينه. ومن بعد غادي نمروا نضيفوا خميره اولا كيس ديال الخميره الكيميائيه، لاننا بغينا داك البريوش يجي مفشفش وخامر. ومن بعد كنكملوا الدقيق. كيف ما كتشوفوا الطريقه سهله ومقادير موجوده في كل بيت كيف ما العاده. هكا غادي نمشيو نجمعوا العجينه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. صافي اخوتي خواتاتي، جمعنا العجينه كيف ما كتشوفوا. ما كتجيش قاصحه. كما هكا خاصها تجي لينه ورطبه. فغادي نمروا نغطيوها كيف ما كتعرفوا خاصها تخمير. ودابا الحال بارد، يعني خاصنا نصبروا حتى تخمير مده 2 سوايع 3، تحطوها في بلاصه سخونه. هنا ها هي خميرات من بعد ساعه. حطيناها في مكان دافئ وخمارت بالزربه. فهنا كنحاولوا نعاودوا نجمعوها. ومن بعد غادي نوجدوا اللاطه باش نوضعوا فيها البريوش ديالنا.
يلا بسم الله، وضعنا اللاطة وغادي نبداو نشكلو البريوش على شكل دوائر. ساهلة بزاف. غادي اكيد 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 غادي يعجبكم هاد البريوش، وغادي توليو مدمنين عليه، بالخصوص في هاد الشهر الكريم. ما كياخدوش وقت بزاف، وزوينين بزاف وهشاش. هنا غادي من بعد ما وضعناهم كيف ما كتشوفوا غادي نمروا للتزيين. هنا التزيين على حسب الاختيار وعلى حسب المقادير اللي عندكم. ضروري ما كنوضعوا صفار البيض، بيضة واحدة كنزينوا بها باش يجي هذاك اللون الذهبي. ما تنساوش خوتي خواتاتي دعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، واش كتبوا لينا في التعليقات واش وصفاتنا كيعجبوكم، اشنو خاصنا نضيفو، اشنو خاصنا نقصو. وشكرا لكم بزاف، شكرا للمشتركين جداد، شكرا للعائله ديالنا اللي دائما كتدعمنا بالتعليقات واللايكات. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ودائما كنبغيوكم. فكيف ما كتشوفوا هنا وضعنا التشكيل على حسب الاختيار. وضعنا السمسم، الحبة السوداء، اي حاجه بغيتو تزينوا بها زينوا بها، ما كاين حتى مشكل. وفي هذه الاثناء الفرن تيكون دافئ، غادي نوضعوها فيها ونتلاقاو. خوتي خواتاتي هنا حاولت نوري لكم هاد البريوش وهو في الفرن. فبالزربه كيتنفخ، بالزربه كيبدا هذاك اللون الذهبي اللي رائع. فتنتمنى يكون الاعجاب ديالكم هاد البريوش وعجبتكم الطريقه يا رب. غادي نتلاقاو ان شاء الله ملي يكمل هاد البريوش. فاحنا ها البريوش طاب، خرجناه من الفرن كيف ما كتشوفوا. اللون ديالو الذهبي الرائع، والمذاق ديالو راه ما نعاودش لكم البنات، مذاقه خطير 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 بزاف. وراه ما خداش الوقت بزاف، بالزربه صوبناه، بالزربه تيكون واجد. اكيد غادي يعجب الوليدات ديالكم. تنتمنىكم تكتبوا لي في التعليقات الا جربتوه، كتبوا لي واش جات الوصفه ناجحه معاكم باش تشجعونا. ومن بعد غادي نحاول نوري لكم واحد الحبه كيفاش دايره عن قرب. كيجي مفشفش هشيش، زوين بزاف. وجربوه جربوه جربوه. وشكرا لكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم. اذا كانوا عندكم اقتراحات كتبوهم لينا في التعليقات على الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، تنبغيكم بزاف، وفي امان الله، بسلامة.